مديرك بيتصل عليك وبيقول لك الحق عندك مشكله كفرج وفريكونسي والشهر باقي له يومين ثلاثه هيقفل، رغم ان انت بتنزل تعمل الكور ريت بتاعك المطلوب. المشكله فين؟ المشكله ببساطه السيجمنتيشن مش مظبوط. يعني ايه سيجمنتيشن؟ انت بتنزل كل يوم مثلا مطلوب منك 19 زياره، عملت كل يوم 16 زياره، ولكن في دكتور حبيبك زرته 3 4 مرات، وفي دكتور ما بتطقهوش وزيارته صعبه زرته مره واحده بس. ففي الاخر الكي بي ايز بتاعتك ظبطت الكول ريت، ولكن في مشكله في الكفرج والفريكونسي. ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت عامل سيجمنتيشن مش مظبوط. تعال النهارده نقول لك ازاي تعمل السيجمنتيشن بطريقه بروفيشنال وطريقه تحقق لك الكي بي ايز اللي انت بتحلم بيها. يعني ايه سيجمنتيشن؟ السيجمنتيشن ببساطه هو اللي بيفسر لك الدكتور ده يتزار مره ولا 2 ولا كل اسبوع فيتزار 4 مرات، ولا ممكن ازوره مره في الشهر او ممكن برضه لا. بتقابل كتير جدا من شركات بتقول لك انت لستك النهارده لازم تكون 100 دكتور 120 دكتور ايا كان، هتحط لك برسنتج معينه بالنسبه للسيجمنتيشن. بتقول لك خلي بالك لازم الليسته دي يكون فيها 60 70% كلاس A، 30 20% كلاس B، 10% او 5% من الكلاس C. انت مش فاهم الارقام والحروف دي بتاعت ايه. ببساطه الدكتور اللي بيكون كلاس A ده دكتور لازم يتزار تقريبا مره كل اسبوع، فبيتزار من 3 ل 4 مرات في الشهر. الدكتور اللي بيكون كلاس B ده دكتور بيتزار مرتين تقريبا في الشهر، يعني مره كل اسبوعين. والدكتور الكلاس C ده بيتزار مره او ممكن ما يتزارش اصلا في الشهر. وبالتالي لو انت قدرت تعمل ده هتظبط الكفرج والفريكونسي بتاعك لو انت عامل السيجمنتيشن مظبوط. طب نعمل ازاي السيجمنتيشن مظبوط؟ هل كل دكتور بوتنشال وعنده ترافيك عالي جدا من البيشنت كلاس A؟ لا. السيجمنتيشن الصح بيتقسم لثلاث حاجات، وده بتلجأ له في مرحلة البروسبكشن او بتبنيه عن طريق الفيدباك بتاعك اللي انت بنيته في مرحلة البروسبكشن. فهي مرحلة بتسلم مرحلة. لو انت عملت بروسبكشن صح هتعمل سيجمنتيشن صح، هتطلع لستة مظبوطة، هتعمل زيارات صح وكي بي ايز حلوة، وفي نفس الوقت هتجيب ارقامك اللي انت كنت بتارجت ليها. السيجمنتيشن قلنا هيتقسم على ثلاث حاجات: البوتنشياليتي، الاكسسبيليتي، والامباكت. يعني ايه الكلام ده؟ ببساطه البوتنشاليتي دي اللي هي بنسميها الترافيك بتاع الدكتور. الدكتور ده عنده ترافيك بيشنت كتير ولا لا؟ الدكتور ده معاه تعاقدات ولا لا؟ الدكتور ده بينزل شيفت واحد ولا 2؟ عنده عياده واحده في بريكه ولا عنده عياده هنا وعياده في بريكه تانية؟ فدي بنسميها البوتنشاليتي وحط لها سكور 40. تاني حاجة هي الاكسسبيلتي. ممكن الدكتور زي ما قلت لك هو بوتنشال عنده ترافيك كبير جدا، دكتور زحمة يا نهار أبيض، بس مش اكسسبل. الدكتور ده ما بتعرفش تزوره، الدكتور ده قافل الزيارة، الدكتور ده محدد يوم واحد في الشهر كله تزوره، الدكتور ده محدد هو أصلا زيارته مرة في الشهر. هتزوره انت ازاي 3 4 مرات في الشهر؟ فبالتالي انت محتاج تشوف الاكسسبيلتي الدكتور ده وقدرتك على زيارته سهله ولا صعبه. ممكن يبقى فاتحها في عياده وعياده ثانيه لا، ممكن فاتحها في بريكه وبريكه ثانيه لا، ممكن يكون فاتحها في التعاقد او في الاي ام بس فاتحها في عياده. فانت محتاج على حسب الحاجات دي كلها تحط له سكور في الاكسسبيلتي ويكون 30%. ال 30% الثانيه بقى هي من الامباكت. الدكتور ده ممكن يكون ستاف جامعه، KOL، حد الناس كلها بتحب تسمع له كسبيكر، فعنده امباكت قوي جدا، بس هو ما عندوش ترافيك في العياده، هو مش مهتم بالعياده قد ما هو مهتم مثلا بمناصب اداريه في الجامعه. طب الدكتور ده ما يتزارش؟ لا طبعا يتزار. هنا بيجي دور الامباكت انك تحط له سكور 30% وتشوف هل الدكتور ده كي اوبينيون ليدر، هل الدكتور ده ليه انفلونسر في الاريا دي ولا لا، هل الدكتور ده بينظم مؤتمر سنوي، هل الدكتور ده رئيس قسم في مستشفى فبالتالي مهم انك تزوره عشان تدخل الدواء بتاعك ده في المستشفى، او مهم انك تزوره عشان هو بيعمل ميتنج شهري في المستشفى او للقسم فانت من خلاله تقدر تقابل 30 40 دكتور ولا لا. يبقى تاني البوتنشاليتي 40% والامباكت والاكسسبيلتي كل واحده فيهم 30%. اكوردنج على السكور ده هتجمع سكور الدكتور وتبدا تشوف هو كلاس A ولا B ولا C. تعالى بقى نجمع الثلاثه دول مع بعض عشان نعمل سيجمنتيشن مظبوط. ازاي؟ الدكتور كلاس A البروفايل بتاعه عامل ازاي؟ ده دكتور غالبا
هو بيكون عنده ترافيك عالي، عنده بوتنشاليتي كويسه، بس الدكتور ده لازم يكون الاكسبيليتي بتاعته قويه، يعني على الاقل ممكن تزوره مرتين او 3 مرات في الشهر، او ممكن كمان لو يسمح لك 4 مرات، يعني مره كل اسبوع. في نفس الوقت الدكتور ده لو كان QL، او الدكتور ليه انفلونسر، او الدكتور هو رئيس قسم في مستشفى، او الدكتور موجود في تعاقد، فكل ده امباكت قوي جدا هيكون موجود في نفس البروفايل بتاع الدكتور ده. وزي ما قلت لك زيارته من 3 ل4 مرات في الشهر. تاني دكتور معاك او تاني بروفايل معاك هو الدكتور الكلاس بي. دكتور الكلاس بي ده ممكن تلاقي الترافيك بتاعته في العياده او البوتنشاليتي بتاعته في العياده 20-30، فاحنا بنتكلم على ترافيك عياده متوسط. او ممكن يكون هو الدكتور ده هو كلاس بي عنده ترافيك 20-30 بس صغير في السن وبوتنشال ومفيش غيره في المركز ده، او هو من موجود في شارع او في منطقه مفيش حد تاني معاه، فممكن مع الوقت الدكتور ده يتحول كلاس A. فمهم قوي تاخد بالك من النقطه دي بالذات مع بروفايل بيكون كلاس بي. بلس ان اكيد الدكتور الكلاس بي ده دكتور انت هتزوره مرتين في الشهر، فلازم يكون برضه ان هو اكسسبل. ممكن يكون هو محدد ايام معينه في الشهر، حاول تخليها مثلا اول الشهر، بعد كده بعد اسبوعين تقدر تزوره تاني. واخيرا الدكتور اللي بيكون كلاس سي. دكتور كلاس سي ده دكتور فاتح ممكن مثلا عياده في قريه، فانت صعب جدا انك توصل له. او ممكن يكون دكتور موجود في اكونت AM وفاتح في عياده في حته بريفرال جدا بعيد عنك، فمش هتعرف توصل له في العياده دي، فحط زيارته في الAM. او ممكن يكون دكتور فاتح في التريتوري بتاعتك وزيارته سهله جدا بس ما عندوش ترافيك، هو ده الدكتور اللي احنا بنسميه كلاس سي. اخيرا تاخد بالك من ايه في السيجمنتيشن. قلت لك خلي بالك ان الدكتور كلاس بي ممكن يتحول لدكتور كلاس A لو الترافيك والبوتنشاليتي بتاعته زادت، او لو الدكتور الكلاس A سافر، ممكن يسافر بره مصر او لا قدر الله توفى. فخلي بالك من الداينامكس والابديتس اللي بتحصل في الاريا او التريتوري بتاعتك، لازم تكون عينك مفتوحه. ممكن تلاقي مثلا دكتور كان بره مصر ورجع، ولما رجع بقى الدكتور ده كلاس بي او تحول لكلاس A مع الوقت، الناس سمعت عنه كتير، الناس عرفته، فالدكتور ده بقى مشهور جدا وعنده ترافيك عالي. خليني احكي لك على موقف حصل مع حد من زمايلي. هو كان ماسك اريا فيصل، والاريا دي مشهور جدا ان هي فيها سودانيين كتير من اخواتنا السودانيين. طبعا بنتمنى ان المشاكل اللي حاصله دي كلها في الفاشر والستان ان كل الحروب دي تنتهي ويرجع السلام يعم تاني، ويرجعوا الناس دي كلها لبيوتهم امنين سالمين يا رب ان شاء الله. المهم زميلنا دوت كان عنده دكتور في الاريا يعتبر كلاس سي، بيتلكك يبقى كلاس بي، شويه ترافيك ايام وايام لا. المهم الدكتور ده راح له حد من اخواتنا السودانيين دول في يوم من الايام، وكان ربنا كتب على ايده الشفاء. هم ليهم كوميونيتيز كده مقفوله على نفسهم، عارفين بعض، ليهم واتساب جروب، ليهم تليجرام جروب. الراجل ده تقريبا راح عامل شير ان هو راح للدكتور فلان الفلاني، والدكتور ده يا جماعه مفيش بعد كده. وهو كان بالمناسبه دكتور بطن. اذ بالعياده الولد بيقول لي شهر التاني بيخش كميه حالات وترافيك قويه جدا من اخواتنا السودانيين. فالدكتور اتحول بالنسبه له بين كلاس بي او سي لكلاس A. الدكتور بقى بوتنشال جدا، عنده ترافيك قوي جدا، وفي نفس الوقت هو اكسسبل وقابل الزياره في اي وقت. فده اللي كنت بتكلم معاك فيه، ان انت محتاج تبقى عينك حاضره وذهنك حاضر مع الداينامكس والابديتس اللي بتحصل في الاريا. تابع الدكاتره اللي بتنزل، الدكاتره اللي بتتغير، الدكاتره اللي بتسافر، الدكتور اللي بيجيب دكتور تاني مكانه، الدكتور اللي كان فاتح في القريه واللي فتح في المدينه. كل الحاجات دي بتفرق. اخيرا عشان ما اطولش عليك ونطول، لازم تاخد بالك في حته مهمه قوي في موضوع السيجمنتيشن، الا وهي بلاش افتراضات وبلاش احساس. بمعنى اصل انا بحب الدكتور فلان فالدكتور ده ان شاء الله هو كلاس A. لا، مش حاجه اسمها كده. او انا رحت الدكتور ده في مره لقيت العياده بتاعته زحمه، بس دي كانت طفره ما حصلتش تاني، فما تجيش تقول لي هو كده كلاس A او كده كلاس B. فانت هنا ما ينفعش تبني الداتا دي على احساس او اسامبشن معينه، لا انت لازم تاخد، قلنا قبل كده الفيدباك بتاعك ده يكون كومبريهنسيف فيدباك. لازم تعمل بروسبكشن 3 شهور، فانت في ال3 شهور دول عينك مع الدكتور في العياده، هل هو فعلا عنده ترافيك ولا لا. خد فيدباك من زمايلك، خد فيدباك من الشركه نفسها او مديرك. لازم كل الحاجات دي تجمعها عشان تطلع اكيوريت داتا. واخيرا دي نصيحه مني ليك دايما، عشان وانت عامل مابنج وبلاننج صح وانت جوه العياده، ادي الزياره من 20 ل 30 دقيقه في مرحله الاكسسبيليتي. يعني ما ينفعش تروح تقعد عند الدكتور في زياره ساعه ساعتين، يومك باظ، يومك ضرب.
كده انت الفلو بتاع الزيارات نفسه، الزياره اللي كان ميعادها الساعه 4:30 بعدها الساعه 5 بعدها الساعه 5:30، لو انت قعدت من 4:30 ل 6 عند الدكتور ده انت في زيارتين 3 ضاعوا منك، وبالتالي الكي بي ايز بتاعتك هتتاثر. فدي نقطة مهمة قوي، ادي الدكتور من 20 ل 30 دقيقة، لو أطول من كده أو الدكتور ده أنت عارف إنه بيدي انتظار طويل يبقى اعرف ان الدكتور ده مش اكسسبل. كده يا صديقي احنا عرفنا البروسبكشن بيتعمل ازاي والسيجمنتيشن كمان بيتعمل ازاي. لو انت عندك اي نصيحه تقدر تفيدني بيها او تفيد حد من زمايلنا اللي داخل الكارير جديد سيبها لنا تحت في الكومنت، والاهم ما تنساش الفولو والسبسكرايب.